ايه يا ماما في ايه؟ ماله زيزو؟ ايه منهاره بيعيط ده؟ في ايه؟ انا هروح له دلوقتي اخش اطمن عليه. يا زيزو يا زيزو يا زيزو يا زيزو. مش عارف اذاكر يا خالو. الصناعة دخلت في الزراعة، دخلت في السياحة، والدول دخلوا في بعض، وكل حاجة دخلت في بعض ومش عارف اذاكر. بس كده؟ ايوه هو ده. عادي يا ابني، ده احساس طبيعي بيجي لاي حد قبل الامتحانات. هنعمل ايه يعني؟ ده احساس طبيعي زي ما قلت لك، اي حد في دخلة الامتحانات طبيعي انه يبقى قلقان كده. بص هسألك على حاجة، بتتدرب سباحة؟ ايوه بتدرب. بقالك كام سنة؟ تقريبا قلت 9 سنين. حلو. السباحة دي نوع واحد ولا انواع كتير؟ بريست وحرة وباك ودولفين. حلو. انت بتعرف تعمل الاربعة؟ اه الحمد لله. بتتلخبط ما بينهم ولا بتعرف يعني تعملهم، تفرق ما بينهم كويس؟ في الاول كنت بتلخبط، بس دلوقتي بقيت بتعلم يعني ومش بتلخبط فيهم. حلو. في الاول كنت بتلخبط، لكن بالتكرار والممارسة والوقت الطويل بتبقى متمكن من الحاجة وما بتغلطش فيها، صح؟ صح. فاول ما كنت بتتدرب سباحة بقى، مش انت كنت حاسس ان كلهم شبه بعض وبتتلخبط وعمر ما المية هتشيلك؟ صح. دلوقتي بقيت بعرف اتوازن في الميه، وبرفع وسطي جامد عشان ما انزلش تحت. حلو. ده اسمه ايه بقى؟ التعلم بالتكرار. قولها لي تاني كده. التعلم بالتكرار. يبقى لما بنعمل حاجة مرة واثنين وثلاثة، طبيعي في الأول نبقى خايفين منها وممكن نيأس وما نكملش. صح. الناس اللي اتدربت معاك سباحة في البداية خالص، كلهم لسه معاك في نفس الفريق ولا فيهم ناس مشيت؟ في ناس مكمله وفي ناس مشيت. حلو. انت كملت فبقيت متمكن، وفي ناس يأست ومشيت وما كملتش. هو ده بقى بالظبط اللي انا مش عايزك تعمله في المذاكرة او في التعليم. هتحس ان هم دخلوا في بعضهم لانك لسه بتسمعهم وبتقراهم لاول مرة، لما تقراهم تاني مرة، لما تقراهم تالت مرة، لما تراجع عليهم تلاقي نفسك بقيت تمام. فبلاش تيأس وتقول ان انا خايف ومش عارف اعمل ايه. ماشي. حلو الحل ده؟ حلو. اقتنعت؟ اقتنعت. بس انا عندي استفسار واحد. قول لي. مش انت لما جيت كنت عارف ان انا زعلان وبعيط؟ لا قالوا لي انت منهار ايوه بقى، كنت اجيب شوكولاتايه، ايس كوفي، اي حاجه. بص انا جبت لك حاجه مسكره اهو. تاخد كيكه؟ ماشي اخد كيكه. تاخد كيكه، ما تطلعش بايدك فاضيه يعني. اهو. خد. تحفه 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 اقسم بالله. جميل جميل بتاعتي على فكره. جدا جدا جدا. خد خد. ده منظر واحد منهار. اعرفكم بنفسي، انا اسمي مستر غنيم، مدرس ثانويه عامه، وخلي الواد زيزو ده هتعرفوه وهتبقوا صحاب، وجاي اعلمكم ان اي درس بتتعلموه في المدرسه هو علم ينتفع به في الحياه كلها، مش مجرد كلمتين هنكتبهم في ورقه الامتحان والسلام. وانا نويت عشان خاطركم وخاطر زيزو ان اثبت لكم ده بنفسي، بس يا ريت توعدوني ان انتوا تسمعوا الحلقه دي مرتين، وعلى ما تسمع اول مره خلي بابا او ماما يطبع لك الملف اللي موجود في الديسكربشن او خانه الوصف، وزي الشاطر وانت بتسمعني لتاني مره وبتكتب ورايا الفراغات اللي موجوده بخط ايدك، هتلاقي نفسك حفظت وفهمت واتبسطت واتاكدت ان الدراسات الاجتماعيه ليها الافريقيا. النقل والتجاره. ايه ده؟ هو النقل ده كمان نشاط اقتصادي؟ طبعا. ده النقل لوحده من المؤشرات اللي بتقيس قد ايه الدول متقدمه، ده غير انه عامل مهم جدا في تسهيل التجاره المحليه والدوليه. ده انا كنت فاكره اللي هو مجرد مواصلات وخلاص. لا يا حبيبي، موضوع النقل اكبر من كده بكتير، واصلا النقل حاجه والمواصلات حاجه، وابقى اعرفهم لك بعدين بس مش الحلقه. يعني لما بتسافر بره مصر وتوصل للدوله الثانيه، اول حاجه بتشوفها ايه؟ المطار، الشوارع، العربيات، الاتوبيسات. بتحس على طول الدوله متطوره ولا كحيانه لما بتشوف الحاجات دي؟ صح، بيتحكي لي من الناس اللي سافروا بره مصر. وفي انواع كتير من النقل. في نقل مائي وده بيكون بحري او نهري، وفي نقل بري وده عبر الطرق والسكك الحديد، وطبعا في كمان النقل الجوي. الموضوع كبير مش مجرد مواصلات كده وخلاص. تحب نبدا بمين فيهم؟ انا راجل سباح عالمي، تعال نبدا بالنقل البحري.
ماشي يا قرش، لو بصيت على الخريطة بتاعت أفريقيا هتلاقي موقعها استراتيجي جدا وبتتحكم في ممرات مائية حيوية وخلجان مهمة جدا زي قناة السويس ومضيق موزمبيق وخليج غينيا. وخد بالك من خليج غينيا ده ما تنساهوش، ده غير إن في مواني بحرية مهمة جدا زي ميناء طنجة في المغرب اللي احتل المرتبة الخامسة عالميا سنة 2022 على مستوى افضل المواني في العالم. وكمان ميناء بورسعيد في مصر اللي احتل المرتبه ال11، وده بسبب التطور الكبير اللي حصل في الميناء ده، غير طبعا الموقع الاستراتيجي لميناء بورسعيد المدخل الشمالي لقناه السويس. وفي كمان النقل النهري اللي يعتبر من اقدم وسائل النقل وكمان ارخصها. ليه الناس مش بيسافروا كتير بالنقل النهري ومش منتشر زي النقل البحري والسكة الحديد يا خالو؟ سؤالك حلو يا زيزو. على قد ما في انهار كتير جدا في افريقيا الا ان في مشاكل كتير بتقابل النقل النهري ده. زي ايه المشاكل دي يا خالو؟ زي الانحدارات الشديدة اللي بتخلي فيه سرعة في جريان المية في الأنهار دي، فيبقى فيه صعب إن السفن تتحرك فيها. وجود الشلالات ووجود الجنادل اللي بتصعب من الملاحة في الأنهار بشكل كبير. وكمان وجود المستنقعات اللي هي صعب جدا الملاحة فيها لدرجة إنها وقفت التوسعات المصرية والفتوحات في قارة أفريقيا لو فاكرين. ده غير طبعا تعرض عدد كبير من الأنهار دي للجفاف في فترات طويلة على مدار السنة. ما هو انتوا لو فاكرين الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، كنا قلنا ان في انهار موسميه. ايوه انا فاكر دي. يعني فاكر معلومات الترم الاول ومش فاكر معلومات الترم الثاني. في كمان يا زيزو النقل البري، وده يا اما طرق بريه يا اما سكك حديد. تحب نبدا بايه؟ خلينا في الطرق عشان بخاف من القطر. يا عم ماشي. الطرق البريه نفسها بتختلف من حيث 3 حاجات: كثافه الطريق يعني بتستوعب كام سياره عليه، وصلاحيه الطريق للاستخدام طوال العام ولا بيكون في وقت في السنه ما ينفعش تمشي عليه عربيات بسبب الفيضانات مثلا، وقدرة الطرق على تحمل الحمولات التقيلة. هي في طرق مش بتستحمل الحمولات التقيلة؟ طبعا في طرق عادية للعربيات الصغيرة والبشر العاديين، الحمولات البسيطة ما تقدرش تستحمل عربيات نقل تقيلة. وفي طرق معمولة مخصوص علشان خاطر النقل الكبير والحمولات التقيلة، مش كله اسفلت وخلاص، يعني حسب ما يقدر الاسفلت يشيل. لو مشيت على الطرق البسيطة دي عربيات حجمها كبير وحمولتها تقيلة، الطريق مش بياخد وقت وبيبوظ والاسفلت بيشقق وبيعوز اصلاحات. عشان كده بنلاقي حفر كتيرة في الشارع ونقر وكده. اسم الله عليك. الدول الافريقيه بقى بعد ما حصلت على استقلالها طورت النقل البري. عملت ايه الدول دي يا خالد؟ عملوا جهود كبيره جدا علشان يطوروا شبكه النقل البريه اللي بتربط بين اجزاء القاره، وتعاونوا مع منظمات اقليميه ومنظمات دوليه عشان يكملوا مشاريع ربط دول القاره ببعضها، وده هيساعد بشكل كبير على دعم التجاره والتكامل الاقليمي، زي مثلا مشروع الطرق البريه السريعه في قاره افريقيا. كبيرة قوي كده وصوتها عالي وبيخض. فاكر لما سافرنا اسكندريه بقطر التلج المره اللي فاتت؟ ده كان جامد يا خالد وكأني راكب طيار. اهو ده بقى احدث قطر دخل قارة أفريقيا. مصر فيها تاني أكبر شبكة سكة حديد في قارة أفريقيا، وده بعد دولة جنوب أفريقيا. والدول الأفريقية بتحاول تطور وتحدث من خطوط السكة الحديد فيها، لكن طبعا للأسف كالعادة بتواجه مشكلات كتير. زي إيه بقى المشاكل دي يا خالد؟ زي التصميم القديم لخطوط السكة الحديد مثلا، ومش ملائمة قوي لمتطلبات التشغيل الحديث. وكمان صعوبة مد خطوط سكة حديد بين بعض الدول وبعضها، وده لأن طبيعة سطح الأرض وعرة، يعني صعبة، يعني مش سهل إن أنت توصل فيها خطوط سكة حديد، أو بسبب غزارة الأمطار، ودي طبعا مش محتاجة تفسير اتكلمنا فيها كتير. ده غير توقف بعض خطوط السكك الحديدية، وده بسبب مشاكل واضطرابات سياسية، وكمان قلة عدد خطوط السكك الحديد بين دول القارة. وآخر حاجة بقى انخفاض سرعة القطارات في معظم دول القارة. إيه المشاكل دي كلها يا خالد؟ ده عقبال ما تتحل يكون الناس بيطيروا وبطلوا يركبوا قطارات. لا إن شاء الله كلها تتحل، أو على الأقل تتحل في مصر بس، وإن كان على صوت القطر يا عم نبقى نغيرهولك. نيجي بقى لأسرع وسيلة نقل في قارة أفريقيا. علي معلول ولا إيه؟ لا ده كان أسرع دليفري في مصر قبل ما يمشي. أنا هنا بتكلم عن النقل الجوي. أفريقيا فيها مطارات دولية كثيرة جدا، منها مثلا مطار القاهرة في مصر ومطار كيب تاون في جنوب أفريقيا. لا طبعا النقل الجوي في أفريقيا بيقابل مشاكل. يا ابن اللعيبة، عرفتها إزاي دي؟ عشان هي قارة فقر وكلها مشاكل. احمد ربنا بدل ما بعتك الهند والله هناك تاكل من أكل الشارع. أنت بتشوف على التيك توك الناس دي بتاكل إيه؟ لا والله أنا آسف يا حبيبتي يا أفريقيا، ده أنا بحبك أوي. المهم النقل الجوي في قارة أفريقيا بيقابل مشكلات كتير، زي الافتقار لشبكة من المطارات المتطورة. المطارات حالتها صعبة قوي، يعني مش هتلاقي في قارة أفريقيا كلها مطار شبه مطار دبي مثلا، ولا طبعا مطارات أوروبا، لسه بدري علينا على ما نوصل للمستوى ده. وطبعا في شوية مشاكل سياسية بين بعض الدول، وده بيأثر على النقل الجوي ما بينهم. ده غير ارتفاع تكاليف النقل الجوي، لأن قارة أفريقيا كبيرة جدا والمسافات طويلة، مش زي قارة أوروبا محندقة كده وصغيرة. كفاية إن أنا أقول لك إن الأهلي مثلا لما بيسافر يلعب في جنوب أفريقيا ممكن يركب طيران أكتر من 13 ساعة، فالسفر الجوي طبعا مكلف جدا.
ايوه يا خالو مكلف، بس الغالي تمنه فيه. على الاقل بتجيلك مضيفه بتسالك تحب تاكل ايه، وكل شويه عصير وساعه وسخن، وبيشغلوا فيلم وتكييف، وبتتفرج على مصر كلها من فوق. هو انت مش لما سافرت معايا في التلج وسالتك تاكل ايه قلت لي عايز اكل كبده جبت لك سندوتشات، وسالتك تشرب ايه قلت لي اشرب سبيروس باتس جبت لك ازازتين، وخدت موبايلي كنت فاتحه طول الطريق لحد ما فصل، والتكييف كان شغال طول الوقت. اه صح حصل. انت مش بتحمد ربنا ليه يا ابني؟ افريقيا ومصر بيحاولوا ان هم يحلوا المشاكل دي ويعملوا مشروعات يحاولوا ان هم يطوروا فيها من نظم النقل والمواصلات، وده كله عشان يحققوا ايه؟ التنميه المستدامه، زي مثلا مشروع القاهره كيب تاون، وده طريق المفروض بيقطع قاره افريقيا من شمالها لحد جنوبها، وهيعدي في 9 دول افريقيه، والمفروض ان الرحله دي تكون بتساعد في نقل البضائع في 4 ايام. ده غير طبعا مشروع انشاء سكه حديد بتربط بين الدول الافريقيه وبعضها، وهيبدا المشروع ده ما بين مصر والسودان من خلال خط السكه الحديد اللي بيبدا من اسكندريه وبينتهي في الخرطوم. ده غير طبعا تدعيم التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا في تنشيط التجاره والنقل البحري، زي ربط ميناء دار السلام في تنزانيا بميناء سفاجة في مصر على البحر الاحمر. في كل المشروعات دي مصر بتساعد فيها انها تطور من جوده النقل والمواصلات، ده غير طبعا تحسين وتقويه العلاقات بين كل دول القاره. ام الدنيا والله. بعد ما خلصنا النقل وحواراته هنخش على اخر نشاط اقتصادي في قاره افريقيا وهو التجاره. وما تقوليش تجاره القاهره ولا تجاره عين شمس، عشان عارف روح الخليل كوميدي اللي جواك اللي هتموت وتطلعها. التجاره هي نشاط اقتصادي مهم جدا للتنميه، وخصوصا تنميه افريقيا، لكن على الرغم من اهميتها الكبيره الا ان حصه افريقيا من التجاره العالميه ضعيفه جدا مقارنه بالقارات التانيه، ونسبه التجاره البينيه اللي هي بين دول افريقيا منخفضه جدا وبشكل واضح. هي ايه التجاره البينيه دي يا خالو؟ التجارة البينية اللي هي حركة الصادرات والواردات بين دول قارة أفريقيا. التجارة البينية دي بقى قليلة هنا في قارة أفريقيا، لأن معظم الدول بتتجه إنها تصدر وتستورد مع خارج قارة أفريقيا خالص. بس يعني الحمد لله في تحسن، لأن تجارة أفريقيا زادت من السلع سنة 22 عن سنة 2021، واللي ساعد في كده إن السلع بقى سعرها عالي جدا بسبب ارتفاع أسعار البترول اللي بتأثر طبيعي على أسعار النقل، فبتأثر طبيعي على تكلفة التجارة. وكمان تصدير افريقيا لمنتجات كتير زي الالومنيوم والنحاس والذهب والبن والذره، ودي طبعا صادرات مهمه وسعرها عالي. طب ايه هي اكتر دول افريقيه بتصدر؟ بص يا سيدو، اقوى 5 دول اقتصاديا في القاره مصر وجنوب افريقيا والجزائر وانجولا ونيجيريا. انجولا ونيجيريا ومصر وجنوب افريقيا والجزائر اهم دول لوحدهم ساهموا ب 50% من صادرات قاره افريقيا كلها سنه 2022. انا فخور بمصر قوي. طبعا لازم تتفشخر غصب عنك. دول اوروبا والصين والولايات المتحده الامريكيه هم اكبر 3 كيانات بتستورد من قاره افريقيا. انت عادي خالص لو رحت امريكا ممكن تشتري من السوبر ماركت برتقال تلاقي مكتوب عليه زرع في مصر، ده غير طبعا القطن طويل التيله. ولو رحت انجلترا وشفت الاتوبيس الاحمر الكبير بتاعهم، مفاجاه بيتصنع في مصر. ولو رحت الصين اوعى تاكل خفاش هناك او تعبان حي ني، خد معاك علبه تونه سانشاين او علبه جبنه دومتي، او ما تروحش الصين اصلا. وزي ما الصادرات زادت سنه 2022 للاسف الواردات كمان زادت. طب ليه يا خالو؟ ده لما صدقت فرحت. للاسف يا زيزو مش مكتوب لنا نفرح للاخر، الواردات كمان زادت بسبب زياده الطلب على الطاقه والمواد الغذائيه والمعدات التكنولوجيه والالات من معظم دول القاره. يلا اهو بكره نقول كانت ذكرى وعشرين يومين. لا يا زيزو، بكره نقول لازم نزود انتاجنا ونزود صادراتنا ونعيش على طول، مش بس يومين، وده كلام غنيم مش عمرو دياب. وبالرغم من ان التجاره البينيه جوه قاره افريقيا ضعيفه، الا ان في شويه سلع مهمه بيتم تبادلها بين دول افريقيا وبعضها. زي ايه بقى يا خالو؟ زي الوقود والآلات والمركبات اللي هي زي العربيات يعني، والخامات المعدنية زي الحديد والصلب. طب هي ليه التجاره البينيه ضعيفه في افريقيا يا خالو؟ لأسباب كتير يا زوز، زي مثلا تشابه المنتجات الإفريقية، بينتجوا حاجات زي بعض، يعني هيستوردوا من بعض ليه؟ وبعدين معظم الدول بيعتمدوا على السلع الأولية، ده غير ضعف القدرة على الالتزام في معايير الإنتاج بالأسواق العالمية، فالمنتجات يعني الجودة بتاعتها مش أحسن حاجة، فبيضطروا ان هم يستوردوا من بره. وطبعا في قصور وضعف شديد في شبكات النقل اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، وكمان ضعف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكل ده بيعطل كتير. فعلشان بقى كل ده الدول الافريقيه سعت انها توقع اتفاقيه منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه. دي ايه دي يا خالو؟ دي يا اعز ابن اخت ليا واول فرحتي، دي اتفاقيه اتعملت سنه 2015، ومن اهدافها تعزيز الوضع التجاري للدول الافريقيه عالميا، وإزالة الحواجز الجمركية على السلع والخدمات اللي بيتم تبادلها بين دول القارة، بحيث إن قارة أفريقيا تبقى كلها سوق واحد مفتوح على بعضه. ونفعت الاتفاقيه دي على كده؟ قول يا رب. يا رب. بس حتى لو لا قدر الله الاتفاقية دي ما نجحتش، مصر لوحدها عاملة حاجة اسمها الغرف التجارية. ده غير الغرف الفندقيه؟ غيرها كتير.
الغرف التجاريه دي بتبقى مؤسسات رسميه لها موارد خاصه بتشرف على النشاط التجاري والنشاط الاستثماري. طب معمولة ليه دي وبتساعد افريقيا؟ بص، هي معموله عشان تتابع احوال السلع في الاسواق وبتحل مشكله عدم توافر هذه السلع. يعني لو في سلعه ناقصه في السوق تتدخل الغرفه التجاريه وتحاول انها توفرها. وبتعمل كمان الغرف التجاريه على حل مشكلات التجاره وتسهيل التواصل ما بين التجار والربط بين كل الجهات اللي لها علاقه في النشاط التجاري والنشاط الاقتصادي. وكمان بتجمع وبترتب وبتنشر المعلومات اللي لها علاقه بالتجاره والصناعه. وكمان بتدي رايها للحكومات حوالين انشاء البورصات والمواني والاسواق والقوانين الخاصه بالتجاره والصناعه. فبكده هي مش بس بتساعد مصر، هي بتساعد افريقيا كلها كمان. ده انا افتكرت ان انت لما قلت لي ان احنا هنتكلم عن النقل والتجاره النهارده ان احنا هنتكلم نركب ايه عشان نروح تجاره حلوان، وقلت لي ده درس بسيط ومش هنحتاج نغير المحطه في رمسيس، انما غرف تجاريه وتجاره بينيه كبرت الموضوع قوي. ما كبرتوش والله ولا حاجه، انت اللي دماغك ملعوب فيها وبتفكر غلط. هات 130 جنيه بتوع ايه؟ اوبر رايح جاي، انت خليتني اسيب شغلي ومحتاج ارجع تاني اكمله ومش معايا عربيه. استنى اشوف بوك تيتا فين عشان على طول لما بلاقي اقل من 200 باخدهم. يا حرامي، ده كل يوم بتشك فيا كده وفاكران انا اللي بقلبها. والله لو اقول لها. خالو انا بعرف افهم الدراسات بس مش بعرف احل عليها. خلي مامتك تسجل لك على منصه ابواب، هتلاقي عليها مشرفين ومدرسين مساعدين وشروحات وفيديوهات وحاجات زي اللي بعملها لطلاب ثانويه عامه بالظبط. هتخليك قد اي امتحان. هو اشمعنى يعني هي ماما اللي تسجل لي انا؟ يعني انا صغير عشان ما اعرفش اسجل لنفسي؟ زيزو، مش لما تبقى تعملي سبسكرايب الاول على قناه اليوتيوب تبقى تسجل لنفسك على المنصه؟ هو انت قلت البرنامج اسمه ايه؟ ابواب. ايه بي، مش ايه واحده. ابواب ولا شبابيك؟ ها هاي. لا دي لذاذه. لا لذاذه، ما تسجلش ومش هكمل معاك دراسات. امشي.